السلام عليكم ورحمة الله، يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله هنعمل مع بعض الميني بيتزا للمدرسة، للشغل، للفطار، للعشاء. هي بصراحة بتناسب كل الأجواء وبتناسب كل الأعمار. هنعملها بطريقة سهلة لذيذة سريعة جدا. إن شاء الله لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تشتركوا في قناتي على اليوتيوب مطبخ أماني شتاء، ولايك وشير، ويلا بينا نشوف المقادير والطريقة مع بعض. هنجيب نص كيلو من الدقيق، وطبعا برضو تقدري تضاعفي المقادير زي ما انت عايزة. ونخله كده الأول، وبعدين ننزل عليه بقى بمعلقة صغيرة من الملح، زيها من السكر، باكت خميرة اللي هي الخميرة الفورية اللي هو ب10 جرام، نص معلقة من البيكنج باودر، 3 معالق أكل من الحليب الباودر، بيدي ريحة حلوة قوي للمعجنات، ودي معلقة صغيرة من زعتر البيتزا أو الأوريجانو. ودي بقى فاكرين لما عملنا الفيديو اللي فات الزبادي يا جماعة، خدنا من العلبة دي معلقة واحدة بس، فاحنا قلنا بقى نجيبها ندخلها معانا في البيتزا زي ما انت شايفة كده، فتقدري تقولي علبة زبادي صغيرة. تمام. ودول حوالي 3 معالق كبار من الزبدة سيحتها. ممكن تحطي سمنة، ممكن تحطي زيت ذرة، ممكن تحطي زيت زيتون، على حسب المادة الدهنية المتاحة عندك. وهنقلبهم كلهم كده مع بعض بالمعلقة، وبايدينا نحاول برضو نشرب الدقيق كده المادة الدهنية. ودي بقى ايه؟ ده كوباية من شرش اللبنة برضو اللي كنا عملناها قبل كده، وهسيب لكم اللينك بتاعها في في صندوق الوصف. قلنا يا جماعة ما ترموش الشرش، ده مغذي ومفيد جدا. احتفظت بيه كده في التلاجة لغاية ما جه وقته نعمل بيه بقى احلى معجنات، بيديها ريحة حلوة قوي، بيديها طعم، وكمان بيرفع من قيمتها الغذائية جدا جدا. هنعجن بقى. احنا خدنا طبعا كوبايه من الشرش ده، دفيناها بقت دافيه يعني. هنعجن كويس، ولا اذا احتاج الامر برضو بنزود تاني لغايه ما العجينه تلم معانا وتبقى ناعمه خالص، وما تلزقش لا في ايدينا ولا في الطبق اللي بنعجن فيه. تمام جدا. احنا خدنا تقريبا من الشرش ده حوالي كوبايه وربع. ممكن طبعا تستبدليها بميه، تستبدليها بحليب، مفيش مشكله خالص. بس احنا دايما بندور على البدائل اللي بتدي قيمة غذائية، وحاجات كانت موجودة عندنا ويعني نتخلص منها ليه وهي ممكن تفيدنا. انتوا عارفين احنا فيديوهاتنا شعارنا ما بنرميش حاجة، كل حاجة بنستفيد بيها. خلاص العجينة كده خلصت، دهنا الطبق دهنة زيت من تحت ومن فوق كده وخلاص غطيناه وسيبناه ترتاح. بقية الشرش بقى اللي هو في البرطمان هرجعه تاني التلاجة، وكاتبة عليه من فوق شرش لبن. برضو هنعمل بيه مع بعض ان شاء الله المرة الجاية قرص حلوة قوي قوي تعجبكم بإذن الله. هنا بقى جينا نعمل الصلصة. على ما العجينة تخمر معلقتين زيت زيتون، 3 معالق صلصة، نزلنا عليهم كده. كان باقي عندي حوالي معلقتين من الكاتشب، حطيتهم برضو. تمام. ونحط بقى التوابل بتاعتنا، معلقة صغيرة توم باودر، معلقة صغيرة بصل باودر، معلقة برضو صغيرة زعتر، ورشة كده من الفلفل الأسمر، ونحطهم على النار ياخدوا غلوة. تمام. طيب ما ننساش هنا بقى برطمان الصلصة اللي خدنا منه ال3 معالق ده، دلوقتي هنحط على وشه زيت قبل ما ندخله التلاجة تاني، ما نسيبوش كده. نرجع بقى نشوف الحاجات بتاعتنا اللي موجودة عندنا. دي الصلصة، شرايح زيتون، دول شوية سوسيس كده كانوا على جنب كده في التلاجة، قلنا لهم تعالوا نستفيد بيكم. ودول طبعا شوية فلفل ألوان بقى كده، أخضر وأحمر وأصفر، وجبنة موتزاريلا. وهنيجي بقى على الصينية بتاعتنا ندهنها دهنة زيت خفيفة جدا، ونروح على الرخامة نرش شوية دقيق، ونجيب بقى العجينة بتاعتنا علشان نشتغل فيها. عجينة مش قادرة أقول لكم هشة جدا، يعني هوا. زي ما انت شايفة كده هنقسمها نصين، نلم النص الأولاني كده على بعضه، نبدأ بقى نحطه على الرخامة ونفرده، رش الدقيق ومعاكي النشابة، وافردي بحيث يبقى السمك عندك في حدود يعني نقول ايه 1 سنتي بس، مش اكتر من كده. في ناس طبعا بتحبها يا جماعة سميكة، يعني تحبها كده فيها لباب من جوه، فتمام جدا مفيش مشكلة. احنا بس بنقول على الخطوات الرئيسية، وليكي مطلق الحرية في التفاصيل. تمام.
خلاص فردناها بالشكل ده، ونجيب بقى كوباية كده تكون واسعة من فوق، ونبدأ نعمل بيها دواير أو البيتزات الصغيرة. طبعا عشان أنا عندي الكاميرا من فوق فهتلاقي إنها شكلها صغير قوي، إنما لا، هي حجمها معقول يعني. ميني بيتزا فعلا يعني ما تنفعش تكون أقل من كده، إنما ممكن تكون أكبر أكيد يعني. فتقدري تكبري زي ما انت عايزة. خلي الحجم أكبر شوية. عندك بقى غطا، برطمان، عندك قطاعة زي دي مثلا ستانلس، قطعي بكوباية زي ما أنا عملت في المرة الأولانية. أي حاجة تديك الشكل الدائري في الحجم برضو اللي انت عايزاه. بس هي بتبقى حلوة جدا، بتنجز بجد. الواحد كده بيجهز اللانش بوكس، بص تلاقي الحاجات سريعة كده، تتحط تتشال تتحط على طول. وطبعا قيمتها الغذائية عالية، وفيها كل حاجة، يعني فيها لحوم، فيها جبنة، فيها خضار، كل حاجة. هنبدأ بقى نرصها في الصينية زي ما انت شايفة كده، والباقي من العجين اللي هو حوالين الدواير ده هنشيله ونعجنه ونرجعه تاني نشتغل فيه. وخلاص رصينا الصينية. هبدأ بصبعيني كده أعمل زي تجاويف كده، وعلشان خاطر بس لما أحط الحشوة تمسك فيها، ما تبقاش على الوش كده، وفي نفس الوقت كمان ما ترتفعش. هي مش عيش يعني، أنا عايزاها ما تاخدش ارتفاع لفوق. ونبدأ نحط عليها الصلصة. هتلاقي وانت شايفة كده في واحدة صغيرة واحدة كبيرة، ان الدواير عفوا كانت بتاعة القطاعة بتختلف شوية عن الكوباية، فهتلاقي بينهم فرق شوية، يعني واحدة أكبر من واحدة مثلا أو حاجة. هندهن بقى كل الكمية بالصلصة، وبعدين نحط الجبنة الموتزاريلا. تقدري كمان تدخلي معاها جبنة شيدر، جبنة قريش، عليها حتة زبدة أو شوية زيت زيتون، كل حاجة يا جماعة. ليه بنحط على الجبنة القريش كده؟ لأن عشان هي لما بتتعرض للحرارة بتنشف، فلازم تحط لها مادة دهنية علشان تفضل طرية معاكي. هنوزع بقى الجبنة على كل المجموعة اللي قدامنا. حلوة جدا زي الفل. يلا نحط بقى السوسيس. نبدأ ما نحط قطعتين 3 على قد الكمية اللي عندك. يعني انت مش هتلاقي حاجة تجيبيها مخصوص، هي هتلاقي الحاجات دي كلها بواقي موجودة عندك في التلاجة، فتقدري تستعيني بيها وتعملي منها يعني أكلة جديدة زي ما انت شايفة كده. وبعدين هنوزع بقى الفلفل الأخضر. بجد يعني الكل بيحبها جدا البيتزا دي، محدش بيختلف عليها خالص حقيقي يعني. آه، لأنها مغذية وسريعة بقى كمان، بتنجز كده. خلاص رصينا الصينية، شايفة الجمال كأنها طرت فواكه. تبارك الرحمن، جميلة ما شاء الله. كده بقى خلاص جاهزة. نسيبها بس ترتاح شوية كده على ما الفرن دلوقتي. طبعا وانا بجهزها كده الفرن بيسخن، يعني الفرن دلوقتي درجة حرارته بتتأهل انها يخش لها معجنات. تمام جدا. دخلنا البيتزا وطلعناها زي ما انتم شايفين بقى، دي اول صينية معانا زي الفل. مش قادرة اقول لكم بقى الريحة عاملة قلب الدنيا. يعني جايبة اخر الشارع. ريحتها جميلة جدا. المعجنات في البيت يا جماعة ريحتها حلوة. الخبيز عموما بتحس كده فيه بيدي ريحة للبيت، ريحة البركة والخير كده. شايفة بقى الجمال من تحت، لونها وردي خفيف خالص. درجة الحرارة اللي بتسوي عليها يعني نقدر نقول 170، لأنها ما بتتحملش الحرارة العالية. مش هتاخد منك أكتر من 10 دقايق، وإحنا بندي يعني ماكسيمم 10 دقايق، لأن بتختلف من فرن للتاني زيادة أو أقل دقيقتين 3 بس. إنما هي في الأساس ممكن 10 دقايق بتكون جاهزة معاكي وزي الفل. زي ما انت شايفة كده بقى الصينية التانية دخلناها، ودي معانا اهي. مش قادرة اقولك بقى خفيفة قوي قوي يعني، هوا كده. مفيش قلب بقى مليان عجين من جوه ولا اي حاجة. طعم بقى ما اقولكوش يعني. هسيبكم تجربوا وتحكموا بنفسكم. ان شاء الله تعجبكم جدا لما تجربوها. خليها عندك دايما موجودة، ما تقطعهاش من البيت خالص. وداخل الشتاء نحب بقى توليع الفرن والحاجات دي بتدي ريحة كده ودفى للبيت. طلعنا بقى الصينية التانية زي ما انت شايفة. تعالوا نشوف بقى الصينية التانية أخبارها إيه. ما شاء الله برضو لون جميل جدا كده، ذهبي خفيف كده من تحت. شايفة؟ والله يا جماعة ما خدتش حاجة خالص، طالما الحاجة موجودة عندك سريعة جدا جدا. وتحسي بقى براحة وانت بتجهزي الأكل كل يوم كده. اللي هاخد معاه مفيش، بتطلعيها من الفريزر تشم بس الهوا على طول، تبقى كأنها لسه كانت طالعة من الفرن.
شوفي بقى تبارك الرحمن ما شاء الله النص كيلو عمل لك كمية قد ايه. يعني بجد البركة حلوة جدا في عمايل البيت يا جماعة. انت علشان تشتري طبق زي ده من بره شوفي هيكلفك قد ايه، هو في البيت ما كلفكيش حاجة، ده نص كيلو دقيق الحكاية كلها، وقطع من الحاجات كده متفرقة يعني، واي حشو موجود عندك. كفاية انها نظيفة وعمايل ايديكي، فدي طبعا يعني حاجة جدا تبقي مطمنة لها وانت بتأكلي ولادك منها وبتأكلي الناس اللي عندك في البيت منها. خلاص كده هنبدأ نفرزنها بقى في علبة تبر كده، ونعمل فواصل طبقات بلاستيك خفيفة كده بينها وبين بعضها، وندخلها الفريزر، وتيجي قبلها بالليل تطلعيها الصبح تبقى تمام جدا زي الفل. ان شاء الله يا رب تكون الوصفة عجبتكم. ما تنسوش الاشتراك في القناة مطبخ أماني شتا على اليوتيوب، و... و... ولايك وشير. دمتم في أمان الله، مع السلامة، أشوفكم في فيديو قادم إن شاء الله.